السلام عليكم ورحمة الله. قصة اليوم عن شاب مغربي. يقول أحد المشايخ: كنت في أمريكا فقابلت شخص تعرفت عليه في المسجد، كان كثير العبادات، يطيل السجود، كثير البكاء، فشد انتباهي وتعرفت عليه. فسافرت وجيت في أحد الأيام، بعد أيام سألت عن هذا الشاب، فقالوا هذا الشاب أصبح ملياردير. قال ملياردير؟ الشيخ يقول مستغرب، قال ملياردير يعني وليس مليونير؟ قالوا أي نعم ملياردير. قالوا الشيخ يقول فقصوا علي قصة هذا الشاب. في يوم من الأيام صعد في أحد المصاعد في مجمعات التجارة، في مجمع تجاري عالمي. صعد في المصعد يعني في الأسانسير مع مجموعة من الناس، ومن ضمنهم كان في فتاة أمريكية في غاية الجمال. فقدر الله يعني كل الناس يعني نزلوا في الدور المحدد، فبقى هذا الشاب المغربي والفتاة الأمريكية في نفس المصعد يعني. فقالت: لما لم تنظر إلي وأنا في غاية الجمال؟ قال إن ديننا الإسلام يحرم ذلك. قالت: ومما تخاف؟ يعني لماذا تخاف ولم تنظر إلي؟ قال: إني أخاف الله رب العالمين. فأراد الشاب أن ينزل من المصعد، فقالت: مهلا، لم أكمل حديثي معك بعد. فنزلت معه من المصعد، فقالت: أخبرني عن الإسلام. فأخبرها عن الإسلام ولم ينظر إليها نظرة واحدة، إنها مراقبة الله. فأخبرها عن الإسلام فأعجبت بهذا الشاب. قالت: إن أبي توفى وترك ترك أموال، شركات ومؤسسات، ولدي من الموظفين بالآلاف، فلن أجد أحدا أفضل منك، فهل تقبل أن تتزوجني؟ قال: لا. قالت: لما؟ استغربت. قال: إن ديننا الإسلام يحرم أن نتزوج من غير المسلمات. قالت: أسلم. قال: إذن فاذهبي واغتسلي، ثم اذهبي إلى المركز الدعوي اللي في نيويورك، ثم اعلني إسلامك هناك. فذهبت واغتسلت، ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلمت، وتم عقد بين بين الفتاة الأمريكية وبين الشاب المغربي. ثم كتبت كل أملاكها لهذا الشاب المغربي، فقالت كلمة جميلة: أأتمنتك على نفسي، يعني في المصعد، وأني لم أعرفك، والآن سوف أأتمنك على مالي ونفسي وأنا أعرفك. سبحان الله العظيم. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. طبعا الشاب هذا يعني عمره لا يتجاوز 25 أو 26 كما يروي هذا الشيخ. ثم إنه من زمننا هذا، هذه القصة ليست من زمن التابعين، ليست الصحابي، لكن شاهدوا مراقبة الله فعوضه الله بخير منه. في نهاية المقطع لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أمان الله.